أهلي جدة يهزم الهلال بثلاثية ويتأهل لنهائي أبطال آسيا. وتأهل فريق أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز على منافسه الهلال السعودي بنتيجة من 3-1 ضمن منافسات الدور. قبل النهائي الثلاثاء تقدم الأهلي بهدفين أحرزهما روبرتو فيرمينو وإيفان توني في الدقيقتين 9 و27، بينما قلص الهلال الفارق بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وفي الشوط الثاني أضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 97. وبخلاف الثلاثية كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد الفر تدخلت بإلغاء هدفين أحرزهما إيفان توني في الدقيقتين 49 و55 بداعي التسلل، كما أضاع الإيفواري فرانك كيسي ركلة جزاء تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال في الدقيقة 86. وأكمل الهلال اللقاء ب10 لاعبين بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 59 بعد حصوله على إنذار ثاني. بهذا الفوز تأهل الأهلي للنهائي الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و2012 ساعيا للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه. أما الهلال الفائز بدوري أبطال آسيا 4 مرات آخرها في 2021 ففشل في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة، وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 مايو آيار المقبل الفائز من مواجهة النصر السعودي ضد كاواساكي فورونتال الياباني التي ستقام غدا الأربعاء.